فاحنا بنتكلم ان الارقام بتقول ان احنا قدام مؤشر فريق مستقبل 6 اهداف يعني دفاعه ضعيف، بنتكلم ان هو مسجل هدف في 6 مباريات يعني هجومه ضعيف. اذا ان الارقام بتقول ان احنا امام مباراه المفروض ان هي ما فيش اي كلام انك غير انك تاخد الثلاث نقاط ان شاء الله. لازم نلعب بجديه، بلاش استهتار، لازم نخلص المباراه من اول ربع ساعه، انزل دوس اضرب على طول، افرم ما تهزرش. فريق ومنافس عنده مشاكل كبيره، بيلعب بعناصر كبيره من الناشئين ومتهورين، وعندهم حوالي 6 حالات طرد في ال6 مباريات او 5 حالات طرد على ما اتذكر، يعني لعيبه عشان لسه صغيره، حماس الشباب في تهور، فبلاش نخليهم ان هم يسحبونا الجيم بتاعهم اندفاعات وكر وفر وضرب، لان ساعتها مش هيكون في صالحنا. لازم من بدري الزمالك ينزل يخلص، ينزل يلعب لعبه، يلعب كره سريعه، التحركات اللي كانت زي ما هي كانت موجوده في مباراه المصري ما بين الخطوط، الباص القاطع للخطوط. الزمالك لازم يخلق فرص كتير زي ما عملنا في مباراه المصري من بدري، تنزل تضرب الاسماعيلي بهدف بالتاني، تريح نفسك من الجيم وتخلص الجيم بدري.